في الفيديو النهاردة هقول لكم على 4 أو 5 حاجات ممكن نعملهم عشان نخلي المذاكرة سهلة. ما ننساش اللي احنا بنذاكره، ما نلاقيش نفسنا اللي هو قاعدين بنحفظ كتير قوي بنطلع كفرنا ساعة 20 ساعة وفي الآخر ألاقي إن أنا مش فاكر حاجة أصلا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أجمد وأصيع وأشطر ناس في العالم. هقول لكم ايه اللي خلاني اعمل الفيديو بتاع النهارده ده، بس قبل ما ابدا انا عايز اقول لكم على حاجه سريعه عشان الناس اللي بتسالني كتير. انا جبت اكسسوارات جديده، جبت دولة، جبت دولة، مش عارف هما هيبانوا ولا لا. انا هسيب لينك انستجرام كده عشان تلاقوا التفاصيل كلها، وهتلاقوا الحاجات اللي انا لابسها دي منين وكده، عشان بس ما اطولش في الفيديو وخليه، فاهم قصدي؟ تفاصيل في اللينك. اللي خلاني اعمل الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهارده ده ان فكره عامه ان انت، انا بقول لك عشان انا اتحطيت في الموقف ده وافتكرت ان الناس دلوقتي في اوقات امتحانات وفي ناس عشان ثانويه عامه وبتاع، فالواحد فعلا ممكن يبقى فيه كتاب عجبه قوي. وده اللي حصل معايا، يعني انا بذاكر حاجات حاليا، حاجات عجباني وعايز اخش فيها اكتر وبحب ازود من اللي عندي ايا كانت المعلومات. في اوقات بلاقي نفسي ان انا مش فاكر اللي انا قريته بعد ما اقفل الكتاب، مش فاكر حاجه. فاقول لك شويه حاجات لو جربتها كلها مع بعضها كده، او ابدا جرب حاجه في حاجه منهم وفي الاخر حاول تخليهم كلهم مع بعض، هيفرقوا معاك بشكل رهيب. اول حاجه هبدا معاكم بيها فكره اسمها بومودورو. البومودورو دي عباره عن ايه؟ سيبك من الاسم لو مش عايز تفتكر الاسم. هي عباره عن ايه؟ ان انت مخ البني ادم بعد 25 دقيقه من التركيز بيبتدي يفقد الاهتمام، بيبتدي اللي هو الباقي اللي هو اللي بيخش له كله مجهود بس مش عارف يخزن حاجة، كأنه بيزهق. ففي راجل عمل نظرية اسمها بومودورو، كل 25 دقيقة يروح قافل ويروح يحاول يفتكر الحاجات اللي كان بيقراها في ال 25 دقيقة دول. ثبت الموضوع ده ان انت لو انت بتذاكر، طبعا انت عامل حسابك ان انت تقعد تذاكر مثلا 4 ساعات 10 ساعات قاعد على الكرسي، انا مش هسيب الكتاب لان انا عندي منهج. خلاص انت ناوي تذاكر 4 ساعات، اعمل حسابك ان مثلا هتبدأ الكتاب اللي هتقراه او اللي هتذاكره 25 دقيقة، وبعدين تقفل الكتاب 5 دقايق، كأنك بتريح مخك وتخليه يفتكر الحاجات اللي انت ذاكرتها، مش ان انت تفضل على طول شغال 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 بتحرق فيه. ال5 دقايق اللي انت بتريح فيهم دول، دي بقى الحاجة التانية اللي هنجيلها، هي اسمها اكتيف ريكول. كأنك ريكول يعني كأنك بتفتكر، بتراجع الحاجة اللي انت ذاكرتها. في كتاب اسمه ليميتلس يعني بلا حدود، بتاع راجل اسمه جيم كويك. ممكن يكون في ترجمة ليه العربي معرفش بصراحة، بس لو فرضنا ان الكتاب ده موجود، الراجل ده كل اللي هو اللي مكرس حياته عشان هو كان حصل له حادثة وهو صغير، وكان عنده مشكلة في مخه، ما بيعرفش يفتكر، ما بيعرفش يذاكر، ما بيعرفش، كان اللي هو بالنسبة للناس كلها الواد ده عبيط اصلا، يعني ما فيش امل فيه. فكرس حياته ان هو يشوف احسن حاجة ممكن يعملها لمخه عشان يبقى سريع في القراية، يفتكر بسرعة، يعرف يذاكر اوقات طويلة اطول. مخه هو التركيز بتاعه او دراسته الاساسية ان هو يطلع احسن حاجة موجودة عنده. فالاكتيف ريكول دي في خلال ال5 دقايق اللي انت هتريح فيهم بعد ال25 دقيقة اللي انت بتذاكر فيها، 25 دقيقة في الكتاب و5 دقايق، ال5 دقايق دول تفتكر الحاجات اللي انت قريتها في ال25 دقيقة. طبعا وانت بتقرا ال25 دقيقة انت مش بتقراها عشان اللي هو لا، انت بتقرا عشان عارف ان انت هتقفل وتفتكر في ال5 دقايق اللي انت قريته. بعد ما ال5 دقايق دول يعدوا تحاول تفتكر كده، اللي هو بكتب هو انا ايه اللي انا افتكرته، هتلاقي في حاجات نسيتها عادي، ما انت مفيش حد بيحاسبك يعني. هتروح عايد تاني الحاجات اللي انت قريتها في ال25 دقيقة وتقفل، تشوف انت ايه النظام، افتكرت منها ايه، ما افتكرتش منها ايه، تروح باصص وتفتكر اللي انت. الطريقة دي بتخليك ان انت مخك يعني كل ما يبقى في حتت بتقع منه يروح مفتكرها، يروح ماليها. فبعد ما بتخلص اللي هو مثلا انت لو حاطط نفسك ساعتين مذاكرة او 3 ساعات مذاكرة، هتلاقي نفسك ان انت بتقدر تفتكر الحاجات دي. التريكات التالتة بقى عشان تخلي بقى الموضوع مظبوط، عملت موضوع ال25 دقيقة وال5 دقايق اللي هو اسمها البومودورو. عملنا الحاجة اللي بعديها اللي اسمها الاكتيف ريكول، ان احنا نقفل ونفتكر في ال5 دقايق دول. نفس السيناريو ده هتروح مكرره في مرة تانية في اليوم. يعني انت لو مثلا بتذاكر الصبح وبتذاكر بالليل، اعمل وقت معين بتذاكر الصبح تعمل فيه نفس السيستم ده، وبالليل تعيد اللي انت ذاكرته الصبح تفتكره، تفتح الكتاب وتقرا وتروح كاتب في ال5 دقايق بعد ال25 دقيقة تكتب اللي فاكره. الروتين ان انت بتذاكر الصبح وبتعمل الحركه دي وبالليل وبتعمل الحركه دي، خلت مخك يفهم ان انا عندي نموذج ثابت بيتكرر مرتين في اليوم، كانك عملت روتين لمخك. الطريقه اللي بيحط بيها المعلومات
بتخزن فيها المعلومات في مخك. بتستخدم كل اللي هي الطرق بتاعت مخك في تخزين المعلومات، والطريقه اللي بيفتكر بيها، والطريقه اللي بيترجم بيها المعلومات ويربطها ببعض، كانك بتعمل له هاكينج. بيتهاك مخك، بيتهاك. نيجي بقى للحته اللي انا بحبها، حته المزاج. مفيش حد في الدنيا اللي هو هيبقى يعني انت عشان عارف ان انت ثانويه عامه والمجموع مستقبلي حياتي، انا بكره الفيزياء، انا بكره الكيمياء كده، فخلاص بتبقى كانك عارف مسخن مخك كده، مديله شويه تسخين، عامل تسخين ان اللي هيخشه اصلا انت مش طايقه، فما بيحافظش عليه. يعني اللي هو انت مدخل له الحاجات اللي هو انت كارهها، انت بتديله الحاجات اللي هي اللي بيكرهها، فبيخليها تبقى بالنسبه لك مكروهه، ما بتتخزنش، بيبقى مش طايق ادخل معلومات جديده في دماغي. حاجه انت بتقول له بقول لك يا معلم بص القرف اللي هيخش لك دلوقتي، فبيبتدي خلاص بالنسبه له لا قرف، انا لازم احمي نفسي، انا مش حمل القرف. فاحنا هنعمل برضو بما اننا بنحاول نخدع مخنا ونهيكو، قصدي سوري نهاكو، ان احنا هنقول له بص يا معلم، احنا هندخلك دلوقتي شويه حاجات مهمه محتاجين نخزنها عشان عندنا امتحان عايزين نخلص منه ونعديه بسلام، وناخد المجموع المتين الجميل، وبعد كده نقضيها ونعيش حياتنا تماما. سواء بقى انت عايز تعمل كده بقى عشان الحاجات اللي هي اللي انت هتخلص ثانويه عامه، هتخلص اولى ثانوي، هتخلص ثالثه اعدادي، ايا كان، اللي هو بقول لك يا معلم انا عندي فكره حلوه جدا. بص انا في فيديو عملته اسمه انا بكره المذاكره، شوفوا اسمه انا بكره المذاكره. بص يا معلم احنا عايزين نخلص الساعتين 3 الجايين دول عشان عندنا ساعه بعدها بلاي ستيشن، عايزين نتبسط، فلازم ننجح في الحته دي في الوقت اللي احنا هنذاكر فيه عشان لما نريح نتبسط. مش شرط تفكر في المجموع، فكر في دلوقتي. دي الحته دي الراجل كان بيقول عليها اسمها managing the state you are in، يعني لو انت كانك بتدير الحاله اللي انت فيها وانت داخل تذاكر، او انت داخل على اي حاجه عامه هتحتاج منك تركيز وعايز تخزن معلومات من الحاجه دي. خامس حاجه، ودي برضو تيجي الحته بتاعه المزاج اللي بنتكلم عليها، حاول في القعده بتاعتك تحط مثلا حاجه ريحتها حلوه، ريحه بخور لذيذ، ريحه برفان لذيذ، ريحه حاجه فواحه صغيره، حطها كده كانك اللي هو بجد. انا بقولك اللي انا بعمله، انا كنت مثلا وبالذات انا في الشغل او انا بشتغل عامه حاليا، انا دلوقتي في وقت بشتغل في البيت كتير، فبروح رشش على نفسي كلونيا قبل ما ابتدي اذاكر، بدخل نفسي في مود ان انا داخل اعمل حاجه حلوه، او ارش على ايدي هنا كولونيا واروح ايه في النص كده عشان اربط المذاكره والحاجه اللي انا بعملها دي اللي هي محتاجه مني التركيز او كده، ان انا بعمل حاجه حلوه. واعمل كده مع اي حاجه عامه، حاول تربط دايما. لو انت داخل رايح الجامعه مش طايق، طب انا مش طايق ان انا رايح الجامعه، هحط كلونيا، هلبس لبس كويس، هدخل نفسي هسمع مزيكا وارقص مع نفسي كده كاني بجهز نفسي للجامعه. حتى لو انت مش طايق المحاضر، مش طايق مش عارف ايه، وانت في الجامعه انا رايح الجامعه اشرب كوبايه القهوه اللي انا نفسي في كوبايه قهوه بقى في النص كده اتمزج بيها، فبتبقى بتخلي الحاجه اللي انت مش طايقها بتدخلها في النص حاجات لذيذه، فبتخليك اللي هو كانك يا اما تعادلها يا اما بتكنسل الاحساس البيض. فاهم قصدي؟ عايزك وانت بتقرا، دي كانت امي دايما بتقولها لي، وانت مثلا بتقرا حاول مثلا تعلم بورق بقلم، فعينك شايفه الكلام وشايف الخط اللي تحته، وبتحاول تكرر الكلام بصوت عالي، تقرا بصوت عالي، فودنك بتشتغل. الحاجات دي انت ممكن تكون اتقالت لك قبل كده من اهلك مثلا أو حاجه، بس لما تحاول تخش الموضوع من الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي. وانا بقول لك والله العظيم انا بعمل كده حاليا، يعني انا بعمل كده لحد يعني مش لحد دلوقتي، لو أنا الكتاب ده عرفته من 5-6 شهور حاجه كده، ممكن اكتر يعني، بس بقول بالتقريب، انا دايما بقع في الحته دي، بس انا بعمل ده بقالي 5-6 شهور. الموضوع اختلف يعني، حتى وانت بتقرا بصوت عالي وبتعلم على حاجه وبعد كده تقفل وتقعد تحاول تعيد الكلام كانك فاهم قوي اللي انت بتقوله، مع ان انت ممكن في النص مش فاكر الحته دي، هاجلها. مش اللي هو مفيش فايده، لا هاجلها، ما انا كده كده دول 25 دقيقه بس، هقفل تاني واذاكر تاني. وفكره انت عامل مثلا 25 دقيقه دي هتخليك تحس ان انت يا انا هقعد 5 ساعات، لا انا 25 دقيقه وهقفل، فاحس ان انا يعني خدت بريك وافتكر كده وايه النظام، واقعد اشرب قهوه كده في النص في وسط اللي هو بسقسق في كوبايه عصير. فاهم قصدي؟ يعني ما تاخدش الموضوع ان انت داخل تعمل حاجه مقرفه عشان ما تكرهش نفسك وكده. و بس مش عايز يعني اطول اكتر من كده لان الموضوع اتمنى يكون بسيط. قولوا لي رايكم عامه، يا ريت لو حد هيجرب يقول لي، ولو حد عنده تكنيك زياده يقوله في الكومنتس. وبس كده، شكرا يا جماعه ان اتفرجتوا. ما تنسوش تشوفوا اللينك اللي انا قلت عليه بتاع الحاجات دي، لان انا داخل في حاجه كده عجباني وعايز اشوف مين هي ممكن يخش معايا فيها ويجربها ويقول نجحت ولا لا برضو كده. وبس، هشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.